رياض محرز من شوارع الجزائر إلى القمة الأوروبية. مقدمة. رياض محرز النجم الجزائري الذي ولد في 21 فبراير 1991 في مدينة سارسيل الفرنسية لأبوين جزائريين، هو أحد أبرز لاعبي كرة القدم الأفارقة في العصر الحديث. تألقه ومهاراته جعلت منه رمزا للنجاح في الجزائر والقارة الإفريقية. البدايات. نشأ محرز في سارسيل بفرنسا، حيث بدأ شغفه بكرة القدم يظهر منذ الصغر. على الرغم من عدم التحاقه بأكاديميات كبرى في بداية مسيرته، إلا أن رياض أظهر قدرات فنية عالية في الحارات والشوارع المحلية. انضم إلى نادي كيمبير الفرنسي في الدرجة الثانية، ومن ثم انتقل إلى نادي لوهافر في الدرجة الثانية الفرنسية أيضا، حيث بدأ بلفت الأنظار بفضل أدائه المميز. الانطلاق نحو النجومية في ليستر سيتي. في يناير 2014 انتقل رياض محرز إلى نادي ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة غير مكلفة نسبيا. لم يكن محرز معروفا بشكل كبير في ذلك الوقت، لكن سرعان ما أثبت نفسه كلاعب مؤثر في الفريق. كانت مشاركته في موسم من 2015 إلى 2016 أسطورية، حيث ساهم بشكل كبير في قيادة ليستر سيتي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخ النادي. بفضل أدائه المذهل، حصل محرز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2016. الانتقال إلى مانشستر سيتي. في صيف 2018 انضم محرز إلى نادي مانشستر سيتي في صفقة ضخمة. على الرغم من المنافسة القوية في الفريق، نجح محرز في إثبات جدارته وأصبح جزءا أساسيا من تشكيلة الفريق. ساهم في تحقيق مانشستر سيتي للعديد من البطولات المحلية، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية. كما كان له دور بارز في وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2021. المسيرة الدولية. رياض محرز هو قائد المنتخب الجزائري وأحد أهم لاعبيه. قاد منتخب بلاده للفوز بكأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، حيث سجل أهدافا حاسمة في مسيرة المنتخب نحو اللقب. يعد محرز رمزا وطنيا في الجزائر، ويعتبر أحد أفضل اللاعبين الذين مروا على المنتخب الجزائري. الخاتمة. رياض محرز قصة نجاح ملهمة من شاب بدأ من الصفر ليصل إلى قمة كرة القدم العالمية. إنجازاته مع ليستر سيتي ومانشستر سيتي، وكذلك مع المنتخب الجزائري، جعلته من أبرز نجوم الكرة في إفريقيا والعالم. مسيرته تذكرنا بأن الإصرار والموهبة يمكن أن يحقق المستحيل.